مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم زوموتو اللي غنهضروا فيها اليوم على الهويه الجديده ديال العلامه التجاريه داسيا. ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم احدث العروض والتخفيضات. العلامه التجاريه داسيا بدات بتغيير الهويه البصريه في الوكالات ديالها بالمغرب. هذه الاخيره مستوحاه من الهويه المرئيه للعلامه الرومانيه اللي تم الاعلان عنها في يناير 2021، وكتعتبر وكاله داسيا في مدينه مراكش اول موقع كيستافد من الاسلوب الجديد على موديلات العلامه التجاريه بالمغرب. وهذه كانت الخطوه الاولى في نشر الهويه الجديده في جميع وكالات داسيا بالمملكه. غتكتمل بتطوير الصوره الداخليه لصالات ومعارض داسيا في غضون سنه 2023. من خلال هذا الديكور الجديد داسيا كتعزز التصميم ديالها الخارجي وكتزيد تاكد الحضور ديالها بقوه في المغرب. جميع موديلات العلامه التجاريه تكتات بالهويه الجديده وحصلت على الشعار الجديد اللي كيجي في وسط الشبكه الاماميه للسياره باللون الابيض وفي مركز العجلات، وعلى مستوى الجزء الخلفي للسياره بالاضافه لوسط عجله القياده. شعار داسيا لين كيمثل رمز قوي للهويه البصريه الجديده لداسيا اللي الغايه منه هو يكون رمز للمتانه والبساطه ويتم التعرف على العلامه من بعيد. على خلفية الإطلاق التجاري للأسطول ديالها بستيل جديد، داسيا نظمت حدث داستر كامب في صحراء أغافاي الهائلة. هذا الحدث المليء بالأنشطة الرياضية على الطرق الوعرة بأسلوب رالي ريد. كانت فيه نسخة كات ديال داستر بالهوية جديدة هي بطلة الأحداث. من خلال هذه التجربة داسيا أكدت أن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات كتميز بقدرات معينة على الطرق الوعرة من خلال ارتفاعها الملحوظ فوق الأرض البالغ 21 سنتيم 7 والخفة ديالها اللي كتبلغ حوالي 1400 كيلو مع السائق. داسيا داستر كتميز بعدة وسائل تكنولوجية وأنظمة مساعدة السائق اللي كتخلي القيادة تمر بدون مشاكل في أقصى التضاريس. الحلقة ديال اليوم سالات، نتلاقاو في الحلقة الجاية.